كانوا طالعين على جبل صعب جدًا وهيُقعوا، بس ربنا ستر. تعالوا نشوف الحكاية. هنبتدي النهارده هناخد 3 إصحاحات 13 و14 و15. ليه ال3؟ نفتكر كده من الإصحاح ال13 3:1 إن إحنا هنبدأ النهارده رحلات بولس التبشيرية وهم 3 رحلات 13 والواحد إنه آخر رحلة ما تعتبرش بقى الرحلة الرابعة دي كانت اسمها الرحلة إلى روما اللي فيها استشهد بولس الرسول. طب إيه حكاية الرحلات دي بقى وابتدت إزاي وإيه القصص الجميلة اللي حصلت جوه؟ يلا بينا نشوف ونشوف كمان قصص واقعية حالية حصلت بجد في الكرازة في الأيام اللي احنا فيها. تيجي كده الإصحاح ال13 إن الروح القدس كلم التلاميذ. كلمهم إزاي؟ بيسمعوا صوت ربنا. الحقيقة الواحد اللي متعود يتكلم مع ربنا كتير ومتعود على الخلوة والهدوء سهل جدا يميز الروح القدس ويميز صوت ربنا، صدقوني. طيب الروح القدس قال لهم ايه؟ قال لهم افرزوا لي برنابا وشاول للعمل اللي اخترتهم ليه. ايه العمل اللي اخترتهم ليه ده يا رب؟ الحقيقة انا عايزهم يبتدوا يكرزوا للامم مش لليهود. حاضر يا رب، مادام انت رأيك كده. طب هنعمل ايه؟ هنعمل طقس رسامة الأساقفة. هيبتدي التلاميذ يصوموا ويصلوا ويضعوا عليهم الأيدي. طب مش هم وضعوا عليهم الأيدي قبل كده؟ ما هم مسيحيين وتعمدوا وحل عليهم الروح القدس. ده بيأكد انه في طقس تاني غير المعمودية والروح القدس، انه يترسموا بقى يبقوا أساقفة علشان يبتدوا على أبرشية الأمم بقى. ما كانش لسه في إبراشيات صغيرة لأن احنا لسه الكنيسة الأولى في بداية الكرازة كلها يعني. طيب حصل ايه بقى؟ الحقيقة لما خلاص أرسلوهم، دايما رحلات بولس الرسول تبتدي من أنطاكيا. أنطاكيا دي في سوريا، دي اللي كان فيها الكنيسة، دي اللي كان دايما بيبتدي عندها ويلف ويرجع لها. فابتدوا هما الاتنين هناك واخدوا معاهم ماري مرقس الرسول، كان لسه شاب صغنطوط وفي بداية خدمته، وراح معاهم كخادم، ما كانش لسه كبر حتى سنا، كان صغنطط. ابتدوا وكلموا هناك ووعظوا كالعادة، وراحوا بقى بعد كده لقبرص. أول ما دخلوا قبرص ابتدى يحصل قصص هناك مختلفة. إنهم دخلوا أول بلد في قبرص لقوا فيها والي اسمه سيرجيوس، والحقيقة إن الوالي سيرجيوس ده جابهم وقال لهم أنا عايز أسمع أنتوا بتقولوا إيه. فابتدوا يتكلموا، وهم بيتكلموا جه واحد اسمه عليم الساحر. رغم إنه كان يهودي بس كان بيشتغل في السحر وكان راجل شرير خالص. فابتدى يقاومهم لأنه حس إن الوالي سيرجيوس هيقتنع بكلام بولس. وهو بيقاومهم بولس افتكر انت ليه معاند كده؟ انت بتفكرني بنفسي زمان، انا كنت معاند زيك. فراح باصص له كده وقال له هتبقى اعمى الى حين لغايه ما تفتح بقى روحيا يعني. وهنا هدفه ما كانش انه ينتقم من عليم الساحر او يكلمه بغضب، لانه لما نقرا الكلام تلاقيه بيكلمه جديد. هو صعبان عليه عليم انه اعمى رغم انه مفتح. فقال له طب اعمل زيي، انا برضو كنت زيك كده وربنا خلاني اعمى الى حين، فصليت وركزت ففهمت. بس طبعا كل واحد استقباله غير التاني. عليم الساحر ما كانش زي بولس يعني. والوالي سيرجيوس سمع وانبسط وفرح. خلصوا الكرازة وابتدوا ينطلقوا برضو ويكملوا كلام في قبرص. والحقيقة الناس كانت مهتمية جدا وبتسمع ومبسوطة وفرحانة وبتؤمن. ودخلوا مجمع من المجامع وقالوا لهم تحبوا تتكلموا. فالمرة دي كان أول مرة بقى بولس هو اللي يقود الكلام، دايما كان برنابا هو اللي بيقود. والحقيقة الإصحاح ده فيه ميزة إنه أول مرة يتقال اسم بولس على شاول. طب ليه؟ هو شاول كان عنده اسمين، الاسم اليهودي شاول ده اسم يهودي، الاسم اللاتيني أو اللي هو المتعارف بيه في البلاد دي بولس، أخف على لسان. عارفين زي لما يبقى واحد اسمه يوحنا بس ممكن يقولوا له جون، جون عشان هو المعروف اكتر بره، لكن اسم يوحنا ده معروف هنا عندنا بالعربي هكذا. بس ده ما كانش معنى الاسم ده، كان ليه اسم يهودي واسم يوناني. الاسم اللاتيني اللي هو بولس اللي احنا عارفينه الحقيقة ليه رمز، لانه شاول معناه العظيم، بولس معناه الصغير. وكأن الإنجيل تمسك باسم بولس عشان هو ده اللي خلاه رسول عظيم. لو كنت صغير هتعرف تعمل كل حاجة حلوة، لما تحس انك عظيم. الحقيقة بولس قام، ولما قام قال عظة اللي يقراها يحس ايه ده، انا سمعت الكلام ده قبل كده في السفر ده. تلاقوا انها مقتبسة جدا من عظة اسطفانوس، عشان نعرف قد ايه في الاصحاح اللي استشهد فيه اسطفانوس فعلا كانت ميلاد لبولس الرسول. قال عظة شبهها جدا، الناس امنت وناس ابتدت تنبسط قوي، وكله ابتدى يمشي ورا بولس وبرنابا ويحبوهم. مين اللي غار؟ كالعادة اليهود في المجمع. ايه ده، انتوا هتاخدوا من تحت رجلنا السجادة؟
فقوموا عليهم الناس، خلوا النساء الشريفات اللي هم الأغنياء قالوا لهم الحقوا دول هيبوظوا الدنيا وما اعرفش ايه، فقلبوا عليهم البلد، مشوهم وطردوهم. فبولس وبرنابا نفضوا غبار أرجلهم ومشوا. راحوا بقى من قبرص طلعوا على تركيا فوق. عند تركيا حصل موقف كده ان ماري مرقس الرسول سابهم ورجع. ليه؟ يقال، بس هي مش في حته اعمال الرسل، هي اللي يدرس بقى الرسائل مع اعمال الرسل مع التاريخ، انه في بدايه تركيا ابتدى بولس الرسول يحصل له مشكله عينيه اللي هي شوكه الجسد، اللي هي المرض اللي ابتدى ينزل صديد من عينيه، فتعب في بدايه تركيا. مرقس كان شاب صغير. تركيا هنلاقي ان في نص طرق صعبه جدا، البلد اللي هيروحوها بعد كده دي طريقها صعب قوي، كله جبال وخطر وفي لصوص. بولس عينيه بتنزل صديد وعيان، قبليهم عليم الساحر كانت عمى منهم. الناس هاجوا عليهم طردوهم من البلد. الموضوع طلع يعني ايه مش سهل قوي، وماري مرقس كان لسه صغنطوط فرجع. الحقيقة هنرجع له تاني المرة الجاية، لكن ده موقف مهم. بولس وبرنابا كملوا طريقهم، وهم بقى في الطريق الجبل والصعب ده يفكرنا بحكاية حصلت بجد في الآونة اللي احنا فيها. الحقيقة انه احدى الخدام كانوا بيروحوا لبلاد فيها جبال تطلع بال3 وال4 ساعات على الرجلين، لانه مفيش طبعا طريق للعربيات تمشي فيه، وكان الطريق خطر جدا والجبال دي عالية قوي، وفي النص في حتت بتزحلق وطريق ضيق، فلو حصل اي حاجة بس كعبالة صغيرة الخدام يقعوا في هو عظيمة، ما حدش اصلا يعرف يجيبهم، يعني مش ما فيش حته يودوها لهم، ده ما حدش يجيبهم، خلاص كده راحوا، اللي راح. وهم عارفين سكان الاماكن دي انه اللي بيقع خلاص بقى يعني ربنا يرحمه. فكانوا بيبقى فيه خدام محليين افارقه من اولاد البلد، كل واحد من اولاد البلد مسؤول عن خادم يمسكه من ايده كده ماسكه قويه ويبقى ماشي بيه، علشان لو حصل حاجه يبقى ممسوك بجد ما يقعش. فجم في حته ضيقه قوي، فالخادم القبطي يعني بيقول للخادم المحلي ده حبيبي مش هتكفينا احنا الاتنين وانت ماشي من بره، فانا خايف عليك تقع، فاطلع قدامي وانا همشي وراك وربنا هيسترها. فيا حبايبي المحليين نفسهم بصوا للخادم كده وقالوا له احنا في مننا كتير، لكن انت جاي تعلمنا كلمة ربنا، فلو انا وقعت مش مهم فداك، لكن لو انت وقعت مش هتوصل لنا كلمة ربنا. شوفوا قد ايه نهم اللي ما يعرفش كلمة ربنا انه يسمع كلمة ربنا، لدرجة انه مستعد يضحي بحياته مش خاطر واحد غريب ما يعرفوش مش قريبه. للدرجات دي محبة ربنا تخلي الواحد. طبعا خادم اتأثر جدا جدا وقال له حبيبي ربنا يحفظنا، وفعلا ربنا كان بيعمل معجزات كتيرة في الأماكن دي هنحكي لكم عليها في السلسلة طول ما احنا ماشيين. نرجع تاني لأيام زمان وبولس الرسول يكمل طريقه. دخلوا بلد تانية في تركيا الحقيقة، وهو بيوعظ لقى واحد مقعد منتبه جدا للوعظة ومتأثر، فصعب على بولس فراح قال له يلا قوم. فالمقعد قام. طبعا لما قام الناس بصوا كده لبولس قالوا له ده انت اله انت وبرنابا، كانوا عايزين يذبحوا لهم ذبائح من كتر ما هما بيعظموهم. طبعا بولس قال لهم يا جماعه استنوا بس، احنا مش الهه، احنا بني ادمين زيكم. فهدوهم. بعد ما هدوهم رجعوا اليهود قوموا الناس دي، فالناس اللي كانوا عايزين يألهوا برنابا وبولس ويخلوهم آلهة فجأة غضبوا عليهم وراحوا رجمين بولس. وهنا ناخد معلومة مهمة في حتة الرجم، هي مش بيرموه بالطوب، الرجم دي يعني بيحفروا حفرة زي القبر كده على مقاس البني آدم، ينيموه فيها ويقوموا ردمين الحفرة دي بالحجارة والطوب، بحيث ان هو يا الحجارة هتيجي فيه فتموته عشان بتخبط في دماغه وفي عينيه، او هيموت من حجم الحجارة اللي مرمية ومن الخنقة. تخيلين قبر بيدفس عليه حجارة والإنسان جوه، فالرجم ده كان حاجة صعبة جدا. فده اللي حصل في بولس الرسول، ان هم رجموه في نفس البلد اللي عمل فيها المعجزة. الحقيقة المعجزة الأحلى إنه ولاد ربنا بعد ما الهيوجة خلصت مشيوا شالوا الحجارة طلعوا بولس الرسول، مفروض بقى ياخد بعضه ويرجع. الحقيقة خد نفس ورسم قصوص وكمل خدمته، وقال له يلا يا برنابا نكمل اللف وعايزين نكمل شغلنا عشان ورانا خدمة. الحقيقة كملوا الكرازة في تركيا، رجع كده على بعض البلاد وبعدين خد بعضه ورجع تاني لأنطاكيا. الرحلة دي أخذت منهم وقت قد إيه؟ دايما زودوا على الرحلة واحد تطلع عدد سنينها، يعني دي الرحلة الأولى هنزود واحد تبقى 2، يعني استغرقت 2 فالرحلة الأولى خدت 2. رجع منها على أنطاكيا البلد اللي ابتدى منها اللي في سوريا، وده آخر إصحاح الحقيقة له 15. إنه الناس اللي في أنطاكيا ابتدى يحصل بينهم مشادة، إحنا لازم نبقى يهود الأول يعني نختتن
عشان نبقى مسيحيين ولا ينفع نبقى مسيحيين على طول؟ بولس وبرنابا كانوا يقولوا لأ نبقى مسيحيين على طول. الناس بقى اليهود المتشددين لأ لازم يختتنوا الأول ويبقوا يهود الأول وبعدين يبقوا مسيحيين. حصلت بلبلة في الكنيسة. بولس عمل حاجة رائعة هو وبرنابا، قالوا لهم احنا نرجع نسأل الرسل، مع انه متأكد، لكن دايما الكنيسة روح واحدة جامعة رسولية. فرجعوا من أنطاكيا لأورشليم، وحصل أحلى حدث في الوقت ده، وهو أول مجمع يعني الرسل والآباء يجتمعوا عشان يتفقوا بالروح القدس على رأي واحد، كنيسة واحدة، رأي واحد، إيمان واحد، معمودية واحدة. فاتفقوا كلهم الحقيقة، رجعوا أورشليم، عرضوا عليهم المشكلة. معلمنا بطرس قال أنا يا جماعة فعلا إيمان الأمم كان بدايته على ايدي كرنيليوس فاكرين، ومفيش داعي ان هم يتهودوا. نفس القصه قالها يعقوب برضو، قال يا جماعه انا شايف مع اللي احنا سامعينه ده انه مفيش داعي نثقل عليهم. اتفقوا، قالوا لبولس وبرنابا ربنا يبارككم، تمام كده مفيش داعي، اللي عايز يدخل المسيحيه على طول يدخل يتعمد، وبس يمتنع عن اكل المخنوق والدم، عشان ده كانوا الوثنيين بياكلوه يعني. وبعتوا معاهم 2 مهم فيهم قوي، واحد اسمه يهوذا وواحد اسمه سيلا ده مهم عشان هيجي معانا بقى في الرحلة التانية، وعشان يثبتوا المعلومة ويقولوا احنا مبعوتين معاهم شهادة ان الرسل اجتمعوا. وده كان أول مجمع أورشليمي اللي اتعمل في الإصحاح 15. ممكن نفتكر انه سنة 51، لبوا 15 تبقى 51. وبكده نكون خلصنا الرحلة الأولى لبولس الرسول في 3 إصحاحات، وكل رحلة هتاخد مننا 3 إصحاحات، 3 و3 و3، تلاقوا 3 رحلات خلصوا فيهم أحداث جميلة، فيهم إزاي الكنيسة بتمتد رغم الاضطهاد، رغم المشاكل، رغم المرض، لكن كلمة الرب تنمو وتثبت وتزداد وتعتز من الآن وإلى الأبد، وكما كان هكذا يكون. استنونا الحلقة الجاية.